اهلا بيكم حبايبي في قناتي قناة اصل الطبخ مع ايناس. يا رب تكونوا في احسن حال وكل عام هجري وانتم طيبين. النهاردة هنعمل مع بعض الفطير بطريقة بسيطة وسهلة. هنعمل فطير مشلتت، هنعمل فطير بحشوة حلوة، هنعمل فطير بحشوة حادق بالجبنات زي ما انت عايزة، وهيكون معاكي مورق وحلو جدا. مقاديرنا عبارة عن كيلو ونص من الدقيق، ومعانا 3 معالق كبار من السكر ورشة ملح. بعجن طبعا الكلام ده بمية من الحنفية عادي. وبعد ما بخلص العجن ببتدي ان انا اقسم العجينة واريحها شوية علشان ما تبقاش جامدة معايا. يعني اهم حاجة لازم تريحي العجينة معاكي عشان لما تحبي تفرديها. بعد كده هاخد جزء كبير من العجينة، بضيف له قشطة او سمنة فيها وبقفلها كويس قوي. وبعد كده ببتدي ان انا افردها بالمردنة زي ما انت شايفة كده. وبعد كده ببتدي ان انا اشدها بايدي بالراحة، حتى لو هي اتقطعت معاكي مش مشكلة. يعني كل ده هيتداوى. ببتدي ان انا اكون محضرة قشطة او سمنة، ببتدي ان انا امسح قلب الفطيرة من جوه بالقشطة او بالسمنة. وكل حتة انا بتنيها في الفطير ببتدي ان انا احط لها سمنة او قشطة كتير، لان ده فطير مشلتت لازم ان انتي تتوصي بيه شوية في السمنة او القشطة. بعد كده باخدها احطها في الصاج ترتاح، وبعد ما بترتاح انا بضغط عليها زي ما انتي شايفة كده، بفردها تاني بتتفرد معايا في الصاج زي ما انتي شايفة. وبرضو بحط لها قشطة على الوش وبسيبها على جنب. نيجي بقى نعمل فطاير برضو صغيرة. جبت برضو عجينة وفردتها كده زي ما انتي شايفة، وبرقرقها كده، لان انتي كل ما شديتي العجينة كويس كل ما العجينة هتورق معاكي وتبقى رقيقة. ببتدي ان انا اجيب لها سمنة سايحة واحط كده عليها بايدي، مش بحط لها سمنة كتير لان دي فطاير صغيرة محشية، مش زي الفطير المشلتت اللي احنا لسه عاملينه. هبتدي بعد كده اخد جنب من الفطيرة واتنيها عليها، وابتدي اجيب الحشوة بتاعتي اللي هو الكاستر الشوكولاتة. وطبعا كلنا عارفين الكاستر الشوكولاتة او الفانيليا بيتعمل ازاي. احنا بنجيب نص لتر لبن وبنجيب باكو الكاستر، او لو ما عندكيش باكو الكاستر انت بتحطي معلقتين من النشا على معلقة من الدقيق وبتحطيها على النار وايدك فيها طبعا عشان ما تعملش تكتلات لحد ما القوام يتقل معاكي. بعد كده قفلتها بعد ما حشيتها بالكاستر الشوكولاتة وهركنها على جنب عشان ترتاح. هنعمل دلوقتي واحدة تانية اللي هي بكاستر الفانيليا. هنفرد برضو معانا العجينة كويس قوي، وبرضو هنشدها لغاية ما نخليها رقيقة، ونحط لها برضو الكاستر الفانيليا واقفلها برضو زي ما انتي شايفة كده كويس قوي علشان حشوة الكاستر ما تطلعش مني. بقفلها كويس واسيبها برضو ترتاح على جنب. هنيجي برضو نعمل واحدة تانية بحشوة الجوز هند والسوداني والزبيب. انتي حابة ان انتي تحط لها كمان مكسرات اكتر من كده تقدري تعملي لها زي ما انتي عايزة. حشيتها، جبت برضو الحرف بتاع الفطير عليها والحرف التاني غطيت عليه الحشوة وقفلتها كويس قوي وبرضو بسيبها ترتاح. وقبل ما بدخلها الفرن بجيب الصاج وبرضو بضغط على الفطير علشان هو مرتاح معايا فبيفرد معايا اكتر. يعني انت لما بتريحيها وتيجي تضغطي على الفطيرة بتلاقيها ان هي مرتاحة معاكي وبتتفرد، ما بتكونش صعبة. بشغل الفرن الشواية والفرن من تحت وبدخل صاجات الفطير وبيطلع معايا بالمنظر الجميل ده. الفطير معايا بيكون مورق وريحته جميلة مش قادرة اقولك ازاي، وطعمه كمان احلى. تقدري تاكليه مع العسل، تقدري تاكليه مع الجبنة. واتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، وكل عام وانتم بخير. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك فيديوهاتي.